السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ازيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا محمد ودي أول حلقة من سلسلة جديدة هشرح فيها ال API في فلاتر خطوة بخطوة من الأساسيات لحد ما نعمل مشروع كامل يعتمد على ال API. سواء كنت مبتدئ أو عندك خبرة بسيطة، السلسلة دي هتساعدك تفهم كل حاجة عن ال API وتستخدمه باحتراف في قهوتك اللطيفة. ويلا بينا. في الأول كده، يعني إيه API؟ كلمة API بتشير إلى Application Programming Interface، ودي ببساطة زي جسر أو كوبري بيربط بين تطبيقك وبين السيرفر اللي فيه البيانات. تخيل معايا كده وأنت بتعمل سيرش في اليوتيوب، وركز في السؤال ده كويس أوي عشان هنحتاجه قدام، ويرجع لك اليوتيوب بالإجابة اللي أنت عايزها. نفس الفكرة بالظبط أنت بتستخدمها في الأبليكيشن بتاعك. طب يا باشمهندس، أنا مش قادر أتخيل ال API ده، عاوز مثال مشابه ليه على أرض الواقع. بس كده أنت تأمرني. في مثال محدش يتكلم عليه قبل كده خالص، وهو مثال المطعم. نعم. اصل يا فندم الفكره اللي انت بتقولها دي اتهرست في 300 فيلم عربي قبل كده. في المثال ده هنفترض إن حضرتك عزمت صاحبك على أكلة سمك في مطعم، وربنا سامحنا على الكذب ده. وهنا يجي الجرسون لحضرتك وتقول له أنا عاوز من المنيو الطلب ده اللي هو سمك مثلا. الجرسون بياخد منك الطلب ويجري على المطبخ ويبلغ الطباخ إن في حد عاوز سمك، فيقوم الطباخ ويحضر السمك ويديه للجرسون، والجرسون يبدأ بتقديم السمك ليك. تمام لحد هنا؟ تمام. بص بقى معايا على المثال اللي فوق دوت، هو نفس المثال اللي تحت بالظبط. احنا عندنا ال API دوت زي الجرسون بالظبط، بياخد الطلب من اليوزر ويجري بيه على السيرفر، يبلغ السيرفر إن اليوزر دوت عاوز كذا. السيرفر يجهز الطلبات ويديها ال API، ال API يجي يجري يعرضها لليوزر. في الرحلة اللي احنا اتكلمنا عنها دي عندي شوية مصطلحات عاوزك تحفظها وتركز فيها، بس مش هقولك عليهم دلوقتي، هقولك عليهم الفيديو اللي جاي. لو مهتم بالسلسلة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك باقي الحلقات، وسبتلك رابط قناة التليجرام في الوصف، ياريت تشرفنا هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.